بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة بعنوان حتمية الحرب العالمية الثالثة بين روسيا والصين من طرف، وأمريكا وأوروبا والعالم الإسلامي من طرف آخر. البعض يقول لي أنت مبسوط، يعني وأنا لو زعلت أو حزنت هيمنع هذا من وقوعها؟ فقد أكون من عداد الموت الذين يقتلون في هذه الحرب. فالحرب يا جماعة مثل الموت، فالموت هو ملاقيك، يعني ستموت حتما بنسبة 100%. فوقوع الحرب هو أيضا يحدث بنسبة 100%، ولكن السؤال متى وكيف. يعني ستموت مقتولا، ستموت غرقا، ستموت في حادث سير، ستموت من فيروس كورونا، المهم في النهاية ستموت. فمهما زعلت وحزنت هذا لن يمنع موتك، يعني هتموت إن شاء الله. فابتسم إلى أن يأتيك الموت، أو اعمل لآخرتك إلى أن يأتيك الموت يعني. فنحن يجب أن نعمل إلى أن تأتينا الحرب، نعمل نستعد لهذه الحرب يعني. تعالوا نبدأ ونرى لماذا حتمية. لأن في أسباب كونية الله سبحانه وتعالى أودعها في العالم وفي البشر، بموجبها لابد تحصل حرب كل 50 سنة. يعني أي أمة بتدخل في حروب، لكن لا يمكن أن تبقى في فترة سلام أكثر من 50 سنة. لابد تحدث حرب، وممكن تحدث حروب قبل ذلك. ودي قواعد فوق روسيا والصين وأمريكا مهما هم حاولوا منعها من الوقوع. تعالوا نبدأ. أولا الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الأولى وقعت عام 1914. بعدها على طول وقالوا السلام وعصبة الأمم. بعدها الحرب العالمية الثانية 1939. بعدها بكم سنة؟ تقريبا 20 سنة، وحدثت حرب عالمية ثانية. فنلاحظ، شوفوا الحرب متكررة. طب الحرب العالمية الثانية انتهت 1945. كانت ستقع حرب عالمية ثالثة، وكانت ان الامريكان سوف يحتلون روسيا والصين، ولكن الامريكان هزموا. بعدها حصلت الحرب الكورية، حرب الكوريتين، بعدها ب8 سنوات فقط. الحرب دي وقعت بين روسيا مع كوريا الشمالية، والصين مع كوريا الشمالية، وطبعا كوريا الجنوبية دخلت في حرب، واليابان دخلت في طرف، والأمريكان طبعا دخلوا الناحية التانية من المحيط الهادي، والفلبين وهذه الدول. وطبعا أمريكا وكندا ومعها بريطانيا دول أخرى يعني. فحرب الكوريتين انتهت في النهاية بشبه هزيمة لأمريكا. انه بعد ما امريكا كانت شبه احتلت كوريا الشمالية كلها، الجيش الروسي والجيش الصيني تحالفا ودخل بطائرات وجنود الى اخره، وهزموا الجنود الامريكان حتى ارسلوهم الى خط وقف اطلاق النار الحالي. فهذا جعل امريكا تعلم ان هي اذا ارادت احتلال الصين وروسيا هتكون التكلفة غالية، فقررت امريكا تهدئة الامور. شوفوا، حرب جديدة. طيب أيضا حصل حرب فيتنام بعدها بين أمريكا من طرف. هنا فيتنام يا جماعة. حصل الصين حربت، دخلت فيتنام، روسيا أيضا دخلت فيتنام مع الصين، وبعدين فرنسا دخلت ضدهم، وأمريكا أيضا دخلت ضدهم فيتنام. واشتغلت هذه الحرب نحو 20 سنة، انتهت بهزيمة الجيش الأمريكي. وهذا أجل الحرب العالمية الثالثة، أن أمريكا قالت فعلا أنا كي أذهب لم أستطع حسم معركة فيتنام، فكيف أستطيع حسم معركة لو دخلت داخل روسيا أو داخل الصين نفسها. طيب هتنشأ بعد ذلك حرب أفغانستان. روسيا تدخل أفغانستان، أمريكا تعمل إيه؟ تجعل الدول الإسلامية كلفة دول الخليج تعلن الجهاد على الروس الكفار، ومصر أعلنت الجهاد على الروس الكفار، وباكستان أعلنت الجهاد على الروس الكفار. وكان عندنا في مصر الأمن السياسي والمخابرات بيطلعوا الإسلاميين الجهاديين ويرسلونهم إلى أفغانستان بالسلاح، والسعودية وهكذا، وكانوا بيحاربوا الروس الكفار. وبعد أن هزموا الروس الكفار أعدموهم، قال لهم أنتم إرهابيون ولاد كلب أنتم، وعملوا كده قضايا اسمها العائدون من أفغانستان. فحتى كانوا يقولوا في المحاكم ألم ترسلونا
نحارب الروس، قالوا لك وانتم تؤدون دورا، فقهوا خلصنا خلاص بنذبحكم. فهذه حرب أخرى، فروسيا هزمت في هذه الحرب، وأدى إلى تفكك الاتحاد السوفيتي. هناك عامل ثاني يدفع لهذه الحرب العالمية الثالثة، هي العواجيز والمغامرون. لما ننظر في رؤساء أمريكا حاليا، رئيس أمريكا السابق مين؟ ترامب، راجل عجوز كما تشاهدون، طاعن في السن. وترامب عايش كل هذه الحروب، يعني هو شاهد أمريكا تهزم في الكوريتين أو عاصرها، وهي تهزم في فيتنام، وهي تهزم في أفغانستان. حتى هو ترامب الذي يكره المسلمين جدا هو اللي عمل اتفاقية الانسحاب من أفغانستان. ولما رحل ترامب العجوز جاء بايدن العجوز، وبايدن قبل أن يدخل الحكم كان يقول أنا لن ننسحب من أفغانستان. فعندما جاء هو الذي نظم الانسحاب من أفغانستان، وقادته العسكريين قالوا له لابد أن ننسحب. يعني أنا دي رأي المؤسسة العسكرية في أمريكا. وحتى كان له ترامب مقولة إن احنا لا نريد أن نبقى ونحارب إلى الأبد، ونفس الكلام قالوا بايدن. حتى بايدن فخر بماذا؟ قال نظمنا انسحاب مشرف من أفغانستان، احنا كده هزيمتنا مشرفة. يعني الأمم لما تنهض، لما تجد شعب شاب في مرحلة الشباب، يفخر بإيه؟ يفخر بالانتصار والنصر والإقدام، حتى لو هزم يفخر بالإيه؟ بالشجاعة والإقدام. يعني الشعب الأفغاني كان يهزم والأمريكان يقصفونه ويقتلونه، ولكن رغم ذلك الشعب الأفغاني يشيد بأبنائه احنا شجعان و طب في حالة الأمريكان أو أي أمة بتدخل مرحلة الشيخوخة، شعب ما بيدخل الشيخوخة فورا بتجده أنه هو يشيد نحن بقينا في فترة سلام طويلة، لا نريد الحرب. راجعوا أو تابعوا تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بالأمس واليوم وغدا والسنة القادمة لويد أوستن وعن روسيا وأوكرانيا، يقول نتجنب الحرب، لا نريد الحرب. نفس كلام مين؟ بايدن، لا نريد الحرب في أوكرانيا، لا نريد الحرب، لن ندفع بقوتنا إلى هناك، لن ندافع عن أوكرانيا. هذه والشعب الأمريكي والإعلام الأمريكي لا يقول له يا بايدن اتفضل ادخل الحرب، لا لا عادي، أيوة كنت جميل يا بوتين. هذا معناه أن الشعب الأمريكي نفسه في مرحلة شيخوخة، الدولة الأمريكية، الرئاسة الأمريكية. فالعواجيز بيكونوا مروا بمراحل خيبة وفشل. طيب الأمر الثاني بيدفع على الحرب هم المغامرون. من المغامرين الرئيس التركي أردوغان والرئيس الروسي بوتين، مغامرون. ليه؟ هؤلاء لم يجربوا الفشل. يعني أردوغان طوال حياته نجاحات، أصبح رئيس بلدية وبقى رئيس بلدية اسطنبول، ثم رئيس وزراء، ثم رئيس جمهورية، وغير الدستور، ودخل في إقليم ناجورنو كاراباخ ونجح، ودخل في ليبيا ونجح، ودخل في سوريا ونجح، يعني ليس نجاح كامل لكن بعض الشيء، وعمل صناعات عسكرية. يعني هو بينتقل من نجاح إلى نجاح، فهذا بيولد طموحا أكبر. إذن نحن نستطيع أن ننجح على مستوى أكبر. وبوتين نفس الموضوع، بوتين دخل احتل أرض من جورجيا، أبخازيا، أوسيتيا، نجح والأمور مرت بسلام. احتل شبه جزيرة القرم ونجح، واحتل شرق أوكرانيا ونجح، وذهب إلى ليبيا حقق بعض النجاح، دمر سوريا وطرد المسلمين من سوريا وجلب الشيعة وضعهم، وجاب مسيحيين أيضا وضعهم، فنجح. فإذا هو بيقول لك والله ما احنا نقدر. ولذلك لما تنظروا في الثورات التي تسقط الحكام، من يقوم بها؟ الشباب، شباب الجامعات، الناس ليس لديهم خبرة، لأن هؤلاء ليس لديهم تجارب فشل، فهؤلاء مغامرون، أول مرة بيجربوا حظهم. لكن لما يكون راجل عنده 60 سنة طول عمره بقى دخل السجن، اتعذب، اتعلق في الكهرباء في السقف، فصل من وظيفته، جاع واتشرط في الشارع، فبيكون بعد 60 سنة بمرور التجارب الفاشلة بيحصل عنده هزيمة نفسية، فيقول لك خلاص احنا لو جربنا مرة أخرى هنحصل لنا كارثة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ نصرته بالشباب. ليه؟ لأن الشباب مقدمين، عندهم مغامرة، عندهم مخاطرة، عكس العواجيز اللي مروا بتجارب سلبية. ولذلك غالبية من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم من الشباب. يعني أبو بكر الصديق كان أصغر منه، عمر بن الخطاب أصغر منه، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب إلى آخره. لن تجد شيوخ قريش
اتبعوه، أبو سفيان وهؤلاء. وطبعا في عوامل أخرى خاصة بالعواجيز والكبار وهكذا. المهم دايما من يقود الثورات والتمرد والشباب، لأن عندهم مغامرة وليس عندهم تجارب فشل ولا هزيمة نفسية سابقة. طيب فإذا أنت أمام ناس بتحجم عن الحرب، زعماء يحكمون عن الحرب، وزعماء مقدمون على الحرب. الرئيس الصيني أيضا مغامر، احنا شاهدناه بينتقل بالصين من نجاح نجاح. فالصين تقول نحن انتصرنا في حرب كوريا الشمالية على أمريكا، وانتصرنا في حرب فيتنام على أمريكا، وأمريكا هزمت في أفغانستان، وأخذنا هونج كونج من بريطانيا، وأصبحنا ثاني أقوى عملاق. فالصين بتنتقل من نجاح لنجاح، وعملنا قاعدة عسكرية في جيبوتي، وأصبحنا بنسيطر على أفريقيا، وعاملين خطوط الحديد، ومخابراتنا موجودة في كل دول العالم تحت اسم عمال باعة جائلين صينيين. بيقول لك طب احنا ممكن ننجح أكثر ونقوم باحتلال تايوان، ونحتل اليابان، ونحتل الفلبين، احنا نستطيع. فهذا اللي بنسميه احنا الايه، روح المغامرة اللي بتدفع لهذا الأمر. وهذه عوامل نفسية لا يستطيع البشر منعها. وطبعا الصين تقول لروسيا ألم نهزم الأمريكان من قبل في كوريا وفي فيتنام وأفغانستان وكذا، إذا نستطيع أن نهزمهم من جديد، هيا نهجم على أمريكا. ويبدأوا يهجموا على إيه؟ المستعمرات الأمريكية، الفلبين، ماليزيا، أندونيسيا، اليابان، وشيء من هذا القبيل. هنا كما نشاهد على الخريطة أنه روسيا، وده اللي حصل، أن روسيا قالت اتفقت أن احنا نحتل أوكرانيا، اتفقت مع الصين، وانت يا الصين اتفضلي احتلي تايوان. فخلاص احنا أصبحنا كتلة كبيرة جدا وكتلة ضخمة سكانيا واقتصاديا وكذا. وأمريكا دي فين يعني أصلا؟ يعني أين توجد؟ ما هو أنت النهاردة الكتلة الصينية دي، الكتلة الروسية بتشمل إيه؟ معاها كازاخستان، معاها أذربيجان، معاها أرمينيا، دول آسيا الوسطى الإسلامية، منغوليا، كوريا الشمالية. وحتى الصين لها نفوذ في هذه الدول قوي جدا، والصين لها نفوذ في باكستان، والصين لها نفوذ في إيران، والصين لها نفوذ في كل إفريقيا. فحتى هو بيقول لك خلاص احنا نعزل أمريكا، احنا اللي هنعاقب أمريكا. وذلك تجد في أزمة أوكرانيا ولا دولة عربية ولا حاكم عربي فتح فمه بكلمة. يعني يا جماعة جاملوا أمريكا، قالوا لا احنا لا نجامل أمريكا ولا بتاع، طالما أمريكا لم تطلب مننا فاحنا خلاص يعني. فهكذا تبدأ الايه، الحرب. أخيرا من الأمور التي تؤدي إلى الحرب نسونة المشهد. لو لاحظنا كما يقول جلوب باشا في كتابه أسباب انهيار الإمبراطوريات، الجنرال البريطاني يقول عندما تزاحم النساء الرجال في الوظائف المخصصة لهم، وعندما يزاحم الرجال النساء، تلاقي الراجل شغال الطباخ في التلفزيون، والراجل شغال يعمل مكياج للست النسوان إلى آخره يعني. وعندما يزاحم الرجال النساء في الوظائف المنزل والوظائف المخصصة لهن، تبدأ الإمبراطورية تنهار. وهو استعرض حتى في الدولة العثمانية كان في حاجة اسمها الوليد أو أم السلطان، كان جزء من المسألة. نحن لو شاهدنا اليوم هنجد أمريكا بتصدر قرار لكل الحكومات الإسلامية وغير الإسلامية والأوروبية: ارفع لي إحصائية بعدد الموظفات عندك في الحكومة، إحصائية بنسبة الوزيرات في الحكومة، إحصائية حتى القناة التلفزيونية، إحصائية بالمذيعات في أوقات المشاهدة الذروة. فأنت تجد تفتح التلفزيونات الآن تجد من أوكرانيا في القذائف والحرب المراسلة طالعة، تفتح التلفزيون المذيعة اللي بعدها، النشرة اللي بعدها مذيعة. أصبح الرجال مضطهدون خالص يعني. فأصبح احنا بنجد نسوانة المشهد. كمالا هاريس دي نائبة الرئيس الأمريكي، وممكن تكون رئيسة أمريكا، وأعتقد هذا المطلوب. وهنا انظروا أدي وزيرات الدفاع 4 دول أوروبية، وكلهن يرتدون ملابس فوق الركبة ما عدا الوزيرة اللي كانت ألمانية. طبعا دول سابقات يعني، لكن في وقت واحد كنا وزيرات دفاع، ولما رحلنا جاءت وزيرات دفاع. وهنا حتى قناة العربية مبسوطة جدا فعملت تقرير عن قيادات نسائية بتواجه بوتين، وجابوا لك وزيرة دفاع ألمانيا على وزيرة والمهم يعني وزيرات يعني. فتجد نسونة المشهد. طيب ما الفرق بين بوتين والرئيس الصيني وبين كمالا هاريس أو بين الوزيرات دول؟ الفرق مقولة قالها الخليفة العباسي
أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور مؤسس من مؤسسي الدولة العباسية، ودائما مؤسسي الدول عباقرة في السياسة، علوم سياسية. فأبو الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور ده ممن شاركوا في إسقاط الدولة الأموية، والدولة الأموية كانت دولة عالمية، دولة إسلامية ضخمة، إمبراطورية من كاشغر في الصين حاليا إلى باريس، جنوب باريس في فرنسا. فإمبراطورية على 3 قارات، وتقريبا مسافة تمشي لها 15,000 كيلو متر. فأبو جعفر المنصور قال لجلسائه يوما: من هو صقر قريش؟ يعني من هو الفارس الشجاع الماكر؟ ما سيدنا علي كان فارس وشجاع، سيدنا علي بن أبي طالب، ولكن ليس رجل سياسة. ما عرفش مثلا يحسم الحرب الأهلية في عهده 5 سنوات، وهنجد سيدنا الحسن بعده لم أيضا سلم لمعاوية. المهم، فهتجد أنه أبو بكر سياسي، عرف يحسم الحرب الأهلية في سنة واحدة، استطاع أن يحسمها في سنة واحدة، واستطاع أن هو يهزم الفرس والروم في السنة الثانية. فأنت أمام عقلية سياسية، رغم أن أبو بكر الصديق لم يعرف عنه أنه فارس كعلي بن أبي طالب. فهو أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي قال للجالسين معه: من هو صقر قريش؟ فقالوا له: أنت يا أمير المؤمنين. فقال لهم: لا، لأن أنا وصلت للحكم بفضل قرابتي للرسول. فقال له: طيب فلان؟ قال لهم: لا. فقالوا له: معاوية بن أبي سفيان مؤسس الدولة الأموية. وده طبعا معاوية راجل سياسي كبير وقائد عسكري، وخد حروب ضد الروم وهزمهم. يعني التاريخ العسكري والحربي والسياسي لسيدنا معاوية بن أبي سفيان جرى طمسه من قبل المجوس الشيعة للأسف، ونحن صايرناهم في هذا التخلف. المهم، فقال لهم، قالوا معاوية، قال لهم: لا. فمعاوية ركز في الجملة: فبمعاوية ركب مركبا مهده له أبو بكر وعمر وعثمان. ده معاوية ده هو في البحر صحيح، بس مين اللي صنع له المركب بتاعه؟ أبو بكر الصديق اللي أرسله على قيادة قوة للشام، عمر بن الخطاب اللي ظل يوليه مناطق في الشام، عثمان بن عفان اللي ولاه الشام كله. قالوا له: فمن يا أمير المؤمنين؟ قال لهم: عبد الرحمن الداخل، أمير أموي هرب من الشام واتجه إلى الأندلس. فقال لهم: دخل الأندلس منفردا، كان شاب عنده تقريبا 26 سنة أو 21 سنة، فاستطاع أنه يكون جيوش ويؤسس دولة ويهزم الروم ويخوض معارك ضخمة، له معارك ضخمة جدا مع أوروبا كلها. تخيلوا، يعني كان مكان أسبانيا كده وحارب أوروبا كلها وكان ينتصر عليه. نأتي إلى كمالا هاريس. هل كمالا هاريس أسست أمريكا؟ لا. كمالا انتصرت في الحرب العالمية الثانية؟ لا. كمالا عملت حاجة؟ لا. إنما كمالا جاءت بفضل مركب مهدها لها من أسسوا أمريكا واللي خاضوا الحرب العالمية الثانية إلى آخره. الوزيرات الألمانيات هل هن صارعنا وقاتلنا حتى أصبحنا قادة جيوش؟ يعني أسسنا هذه الدول؟ لا. إنما تليفون من أمريكا للحكومات الأوروبية: عينوا في الدفاع وزيرات، اتفضلوا عينوا وزيرات. طيب لما نأتي على الجماعة دول، ده ظل يخوض ويحارب في الحزب الشيوعي عنده لحد ما وصل للحكم. وبوتين نفس الموضوع، يعني صحيح لم يؤسسوا دولة، لكن لا شك ان الجهد اللي بذله الرئيس الصيني او بوتين اكثر بكثير. ما كمالا هاريس ما عملتش حاجة، ده بايدن اختارها تكون على تذكرته. انت معايا يا كمال؟ يعني الدولة العميقة قالت له: يا بايدن ضع كمالا معاك، فوضع كمالا معاه نائبة له. نفس الفيلم أردوغان. أردوغان ده راجل كان من عامة الشعب، فقير، ويظل يحفر ويسعى ويدخل السجن ويطلع ويدخل معارك ويلتف يمينا ويسارا حتى وصل إلى ما وصل إليه. فهو لم يأتي في مركب مهده له غيره. ما فيش حد يعني ما فيش حد قال لأردوغان: أنا عينتك في هذا المنصب. بوتين حتى يلسن عينه في المنصب، لكن بوتين برضه ذكي. طيب في الختام بقى، بعيدا عن كل هذا، نعود إلى القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني وسبحان الله، الآية لم تقل بين المسلمين ولا بين المؤمنين ولا بين العرب ولا بين الأكراد ولا بين الأتراك ولا بين البربر ولا الهنود. القرآن ما فيهوش أعراق خالص على فكرة، كلنا الآدم أصلا. إنما القرآن قال إيه؟ بين الناس، يعني مؤمنهم وكافرهم.
طيب فالآن هذه الأيام نحن العالم الأمريكاني الشهوة الذي يحكم. من سينتقل؟ ينتقل الحكم، حكم العالم سينتقل إما للصين، إما لروسيا، إما للمسلمين. دي القاعدة الربانية. نحن هذه سنة الله، والله سبحانه وتعالى يقول ولن تجد لسنة الله تبديلا. دي قاعدة نحن دورنا ان احنا نسير مع القاعدة كي ننتصر. انتبهوا، الأمة الإسلامية 300 سنة وهي تذبح. كانت أمة المسلمين هي التي تحكم العالم في عهد الدولة العثمانية، ثم قامت أمة الأسبان وأمة البرتغال عملوا امبراطوريات ضخمة، والهولنديين، ثم قامت أمة الإنجليز وأمة الفرنسيين امبراطوريات كبيرة، وامبراطورية الروس اللي بوتين بيبكي عليها، وهو لن تقوم لها قائمة بإذن الله إن شاء الله، يعني لأن هي دولة شائخة وشعب شائخ أصلا. وبعد ذلك أمة الروس انهاروا الاتحاد السوفيتي، لدينا الآن أمة الأمريكان. هتسقط هذه الأمم، أوروبا خلاص بتسقط وأمريكا في بداية السقوط، واللي بيصعد الصين والمسلمين. المسلمين نحن بنشاهد صعود المسلمين في أفغانستان، في الصومال، بنشاهد في سوريا. يعني هتجد في بعض الأماكن، أنا بختار البلاد الفقيرة والبلاد التي تعيش حياة بدائية، لأنه هذه البلاد هي شعوب هذه البلاد هي التي ستقود العالم. إنما العيل اللي اتربى في مدرسة إنجليزي وفرنساوي بعد إذنكم ده مش هيخوض مدرسة. الولد اللي تربى على سجادة في البيت وفي ستارة وفي كنبة أنتريه بينام عليه والحب يستغطى بيه، هذا لن يقود أحدا. الصينيين اللي بياكلوا الكلاب والقطط والجرذان من الشارع هم اللي هيقودوا العالم. ودائما مؤسسي الدول كلهم بيأتون من الفقر. الرسول صلى الله عليه وسلم أين تربى؟ في الصحراء، يعني أمه أرسلته للرضاعة في الصحراء، تخيلوا. وهكذا كل مؤسسي الدول، جنكيز خان، اختر غيره، يعني أي مكان، فتجد دائما مؤسسي الدول بيكونوا بدو أشداء مروا بحياة فقر، لأن الفقر يولد الذكاء والدهاء، والضعف يولد الشدة، إن أنت تدافع عن نفسك وتكون قوي، لن يحميك أحد، لن تعتمد على أحد. فهذا هو الذي يجعل من يؤسس الدول. فبالتالي نحن نستطيع أن نعرف من هي الشعوب. أطفال السوريين المشردين الشحاتين في الشارع هم الذين سيحكمون العالم الإسلامي. نحن جهلة وأغبياء إذ لا نساعدهم على هذا. يعني الصح ان احنا نساعدهم ان هم يحكموا. نحن خلاص احنا عندنا المعرفة النظرية، هم عندهم المعرفة العملية. هم يعني شافوا الحياة، قانون الحياة في سوريا، المفروض احنا نقدم لهم العلم النظري بتاعنا، الكلام اللي احنا بننظره هذا، كي يطبقونه. يقوم ايه كده نعرف ننتصر في الحرب القادمة. يعني أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. وهنا كتاب عن أخلاق عرب الصحراء، وده يخص أي بدو، فأرجو الاستماع إليه، هيوضح لك لماذا هؤلاء يتمتعون بذكاء حاد. أرجو الاستماع لهذا الكتاب. وهنا فهرس فيديوهات على اليوتيوب، أرجو الاستماع إليها. وأسفل الفيديو رابط صفحات على الفيسبوك وتويتر. هنا قائمة بالفيديوهات الوثائقية التاريخية، أرجو أن تشاهدوها لأئمة في مجال التاريخ. أرجو منكم شكر القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.